أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة الشك لما الحب يتحول لسؤال. في لحظة معينة بيجي سؤال بسيط جدا لكن مؤلم: هو لسه بيحبني؟ سؤال صغير بيهز قلوبنا. الشك كلمة تقيلة، خصوصا لما تدخل بين اتنين بيحبوا بعض وبيحبوا بعض حب حقيقي. النهاردة هحكي لكم عن تجارب مختلفة عن الشك لما يخش بين اتنين. تلاقي طول النهار هو أو هي ماسكين الموبايل على طول، عينيهم ما بتتشالش من عليه. تيجي الست وتسأل: هو لسه بيحبني؟ طب ما الوقت اللي بيقضيه على التليفون ما يقضيه معايا. نفس الكلام مع الراجل، هي شاغلة نفسها قوي بالتليفون وبصحابها وسايباني، هي لسه بتحبني؟ الشك هنا مش بس شك ان هو لسه بيحبني، شك ان في حد تاني هياخد مكاني، في حد تاني شغل الحب أو شغل المكان بتاعي. تعالوا نسمع أول تجربة. واحدة بعت مشكلة بتقول إن هي ابتدت تشك في جوزها، وبتشك مش إن هو لسه ما بيحبهاش، دي بتشك في خيانة. سألته وقالت له: أنت لسه بتحبني؟ أنت بتخوني؟ قال لها: أنت عندك وسواس وموسوسة وأنت ظلماني. الست قعدت تسأل حواليها: هو أنا فعلا موسوسة؟ هو أنا فعلا مقفرة؟ هو أنا فعلا ظلماه؟ أحب أقول لها إن الست إحساسها عالي أوي 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 أوي، ولما بتشك أحيانا بيبقى الشك بنسبة في محله، لأن هي مش بتشك عشان هي عبيطة ولا موسوسة، لأ، هي بتلاحظ نظرة مختلفة عن زمان، بتلاحظ معاملة غريبة، بتلاحظ قلة اهتمام، قلة رد، قلة قاعدة مع بعض، مبقوش بيقعدوا مع بعض زي الأول. ملاحظة إن هو طول النهار مشغول، وحتى الوقت اللي المفروض يقضيه معاها بقى بيقضيه في حاجات تانية. السؤال: هل هنا شكها في محله ولا لأ؟ هل هي فعلا عندها وسواس ولا لأ؟ تجربتنا التانية تجربة لشخص بيحب حبيبته بجنون بجنون، بس دايما عنده خوف من الخسارة، خايف يخسرها، فدايما يلف وراها ويراقبها ويدور وراها، حتى كل لايك، كل ابتسامة، كل رد يقعد يحلله. البنت بتحبه بس زهقت وقالت له: هو انت بتحبني ولا بتحاسبني؟ الشك هنا ما جاش منه غير ان هو وهي انفصلوا، بعدت بعدت لان هي زهقت من الشك، دايما شاكك فيها، مع ان هنا شكه مش في محله. ليه؟ لان هو من كتر ما هو خايف يخسرها بقى بيشك فيها وفي تصرفاتها، في الاخر خسروا بعض. تجارب كتير قوي 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 قوي، تجارب كتير بتتكلم عن الشك ان انا ما بقتش بتحب زي زمان، ما بقتش يحبني، ما بقتش بتهتم بيا، شاكك ان هي ممكن تسيبني في اي لحظة، شاكة ان هو بيخوني، وخاصة مع العالم المفتوح وبقت كل حاجة مباحة، بقى الشك موجود. الشك بيخسرنا علاقات، الشك بيخسرنا أقرب ما لينا. بس السؤال هنا: هل الشك في محله ولا لأ؟ هل الشك عدو؟ أحيانا لأ، الشك هو رسالة، بس السؤال من الرسالة: هو فعلا شكي في محله ولا لأ؟ طب أنا أعرف إزاي شكي في محله ولا لأ؟ اسأل نفسك سؤال: هو في دليل ولا خوف؟ خوف من إن هو يخسرني أو أنا أخسره. لو لقيت دليل، ولازم تلاقي دليل، لو الشك ما تدعمش بدليل يبقى ما يبقى الغي الشك ده من دماغك. طب لو في دليل أعمل إيه؟ واجه، واجه بس بعقل، واجهي من غير اتهام، هدوء. وأنا عايزة أفهم، أنا مش بواجه عشان أنا عايز مشكلة، أنا عايزة أعرف أنت بتخونيني أو أنت بتخوني ليه؟ بطلتوا تحبيني ليه؟ أنا مش عايزة أعاقبك. طب لو مفيش دليل،
يبقى العيب فين؟ العيب فيك انت. زي صاحبنا اللي كان خايف يخسرها، هو ما كانش عنده ثقة في نفسه ولا عنده ثقة في حبيبته، لأن الحب من غير ثقة يبقى ملهوش لازمة. لو أنا مش واثق في اللي أنا بحبه أو أنا مش واثق في نفسي، الحب هيقع. مش محتاج شك ولا خيانة ولا أي حاجة تهده. دايما عكس الشك ثقة. لو أنا واثق في نفسي، واثق إن هي بتحبني وإن أنا أتحب، واثقة إن جوزي مش هيخوني، يبقى ده أول عامل هيخلي علاقتنا تكمل. العامل التاني هو الثقة في الطرف الآخر. أنا واثقة في نفسي بس مش واثقة فيه، يبقى هنا محتاج أدور، هو فعلا بيخون، فعلا ما بيحبنيش. عشان هنا بقول لناس كتير قبل ما تخش في علاقة أو قبل ارتباط لازم أتأكد وأبقى واثق 100% إن الشخص ده بيحبني. طب تعالي اسأل سؤال، ايه رأيك لما اشك ما اتكلمش؟ ناس كتير بترجح الموضوع ده، بتقول وخاصة لو متجوزين، طالما شكيتي ما تتكلميش، استني، اسكتي. طب ما انا جوايا نار، جوايا نار، وانا شاكة فيه وشاكة ان هو بيخوني، شاكة انه بطل يحبني. انا هتعب وهصغر وثقتي بنفسي هتقل. بس احب اقولك ادي فرصة. الحب دايما دايما يستحق فرصة، وخاصة لو فرصة حقيقية. طيب واعمل ايه في الشك؟ قبل ما تعملي ايه في الشك اسألي نفسك اعمل ايه في نفسي. خلي ثقتك بنفسك ما تضعفش. اول ما بحس ان جوزي بيخوني او ان انا مبقتش بتحب، ثقتي في نفسي بتضعف. هو انا عملت ايه؟ ودايما لما راجل يخون مراته كل الناس تلوم الست، اصل انتي اهملتي في نفسك، اصل انتي ما بقيتيش مركزه معاه، اصل انتي وانتي وانتي، مع ان انا مش انا الغلطانه، هو اللي خني، هو اللي اذاني. فلما الناس كلها بتنتقدني انا ثقتي في نفسي بتضعف. لا حبيبتي، لا حبيبي، هي ما خنتكش علشان انت وحش، عشان انت فيك عيب. لازم يبقى عندك ثقة في نفسك، انك محبوب، انك جميل، انك هتلاقي الشخص اللي يحبك ويحبك ويحافظ على الحب ده. هتلاقي الشخص اللي ما يخليش الشك يدخل في قلبك. الثقة في النفس مش بس بتنعكس عليا، دي بتنعكس على الآخرين. لما الشخص اللي قدامي أو الطرف الآخر يحس بثقتي في نفسي، هيبقى عارف إن ده ما ينفعش يتساب، ما ينفعش يتخان، ما ينفعش يتأذي أو ينجرح، لأنه ثقته في نفسه كبيرة. ولو لا قدر الله شكيتي وشكك طلع في محله، العيب مش فيكي، انت ما عملتش أو انت ما عملتيش حاجة غلط. أحيانا في ناس مش شبعانة، مش شبعانة حب، مش شبعانة بيت، مش شبعانة عيلة، مش شبعانة دفى، فلسبب ما وقعت في الغلط. طيب أنا لما ألاقي الغلط عندي حلين، يا إما هسأل وأواجه وأتكلم وأسأله ندمت على الغلط ده، عايز تكمل في العلاقة؟ لو ندم ادي فرصة تانية، وادي فرصة بجد، ما تقعديش تلفي وتسألي وتدوري. طب لو ما ندمش وعايز يكمل في الغلط، ابعدي، ابعدي، لان انت اكبر واحسن واجمل ان انت تتخاني او انت تتخاني، لان انت قدمت اغلى ما عندك، قدمت الحب. الحب ده جوهرة. دايما بقول للعيال الصغيرة لما تيجوا تحبوا استنوا لما تقدموا الحب ده للشخص اللي يستحقه، عشان ما تهلكوش طاقة الحب اللي عندكم وتدوها للشخص اللي يستحقها. لو انت عطيت او انت عطيتي طاقة حبك للشخص اللي يستحقها وما قدرهاش، ابعدي، ابعدي بسرعة، ان انت هتبقي عاملة زي الزومبي، هيفضل يمتص يمتص ويقلل منك ومن نفسك ومن ثقتك في نفسك، وان انت وحشة وان انت فيكي وفيكي، عشان كده انا بخون. وده دايما رد الخاين او رد اللي بيغلط، العيب فيك، انت اللي خليتني اوصل للمرحلة دي.
عمرك تشوف إنسان بيغلط يقول أنا غلطان؟ قليلا جدا. دايما بيحاولوا يرموا اللوم على الطرف الآخر أو على أي حد. شماعة، لازم أقول إن فلان هو السبب، علان، الولد، الحياة، اللي لا يا حبيبي، العيب فيك انت. اللي بيخون العيب فيه. ولما انت بتشكي ممكن 50% فيكي عيب، 50% في الطرف الآخر. فخليك وخليكي حيادية وانت بتشكي. دليل، برهان، اتأكدي، واجهي، ادي فرصة.